وهنا ازاي نحافظ على شتلات الحبج او النعناع، الاتنين زي بعض على فكرة اللي هي بتنتشر، فازاي نحافظ عليهم خصوصا لو زارعين الشتلات دي في اماكن حارة. ضروري نشوف شجرة ونزرع تحتها، تمام، ونسجيه، نظبط له الري، ما يحبش المية الزيادة، وعلى طول اول ما يكبر الارتفاع 20 سنتي يتشال، تمام. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هتشوفوا فيه انتاج ونمو خضري ممتاز جدا زي ما انتم شايفين كده. دي مزروعة تقريبا شتلتين قبل 4 شهور. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كثافة النموات، لان ايه 20 سنتي نقص على طول، 20 سنتي نقص على طول. الحبج ينفع نتعامل نفس المعاملة دي، والنعناع كمان، تمام. يبقى قلة الري وقص كل ما يدخل 20 سنتي، والري ما يكونش من فوق، تمام. مرة واحدة في الشهر تسقيه من فوق، وبعد كده الري يكون غمر ان شاء الله تبارك الله. شوفوا كثافة الافراح هنا، الله يبارك يا رب. ازرعوا الحبج طبعا من النباتات العطرية اللي تتحط على الشاي ان شاء الله تبارك الله.